تعالوا النهاردة نعمل مع بعض النودلز الجميلة اللي انتوا شايفينها دي من أول تصنيعها لحد تقديمها. نبدأ بالصلاة على رسول الله. معانا كوباية دقيق هنخلها بمنخل أو بمصفى عادية زي اللي أنا بستخدمها قدامكم، وهضيف عليها رشة ملح على رشة سكر صغيرة ونقلبها مع الدقيق كويس بإيدينا، أو لو هتستخدمي العجان نقلبهم برضو في العجان كويس قوي. وأنا النهاردة هستخدم العجان بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهنضيف بالتدريج بيضة على معلقة زيت كبيرة، ونعجن بمعلقة أو بالعجان حسب ما انت هتستخدمي لحد ما العجينة تمسك معانا بالشكل ده. وأهم حاجة ما تكونش بتلزق في الإيد. هنكورها بالشكل اللي احنا شايفينه ونسيبها ترتاح في طبق نص ساعة وتكون متغطية كويس. هنرش المكان اللي هنفردها عليه رشة دقيق عشان ما تلزقش. هنبدأ نفردها بإيدينا واحدة واحدة بالطريقة دي، ونديها رشة دقيق تاني على الوش. وأنا عن نفسي هكمل فرد بالنشابة، ولو مش متاحة عندك ممكن بإيدك عادي. أهم حاجة إنها تبقى مفرودة كويس لحد ما تبقى شفافة ورفيعة زي ما انتوا شايفين كده. هنديها رشة دقيق خفيفة تاني، والمرة دي عشان هنتني العجين نصين كأننا بنتني ورقة. هنبدأ نقطع العجينة على شكل وحجم النودلز اللي احنا عاوزينه، وممكن تقطعيها بالسكينة أو بقطعة العجين لو متاحة عندك. كمان نقدر نقطعها عريضة أو رفيعة حسب رغبتك. وحابة أقول لكم كمان إنكم تقدروا تعملوا منها كميات، وبعد ما تتقطع بالشكل والذوق اللي تحبوه تقدروا تكوروها في بعضها وتشيلوا منها في الفريزر، نستخدمها وجبات وقت ما نحب. وبعد ما خلصنا تقطيع هقسمها نصين عشان ما تكونش طويلة بزيادة، وطبعا ده اختيار راجع ليكم. ننفض عجينة النودلز من الدقيق الزيادة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وفي حلة فيها مية بتغلي هننزل بمعلقة كركم، وده عشان طعم ولون النودلز المميز. هنسلقها دقيقتين ونديها تقليبة ونصفيها ونشطفها بمية باردة. ودلوقتي ما فاضلش غير الصوص اللي هنطعم بيه وجبتنا الجميلة، وطبعا ده لأنه عالم تاني لوحده. فأنا عن نفسي اخترت الصلصة السحرية بدون طماطم، وكنت عاملة لكم حلقة كاملة عنها وظاهرة دلوقتي قدامكم على الشاشة. لو لسه ما شفتوهاش ادخلوا شوفوها، وبالهنا والشفا.